عمرك حصل معاك إنك شفت خبر وإنت متأكد إنه حصل قبل كده؟ وعمرك حسيت باستغراب لما شفت صورة وتحلف إنها ما كانتش كده قبل كده وإنك فاكرها بشكل مختلف؟ طيب لو بتتفرج على فيلم ولقيت مشهد ما شفتهوش قبل كده، أو إنك فاكر إنك شفته لكنه كان مختلف، لو ده حصل معاك وكنت مستغرب إيه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل حاجة اسمها تأثير مانديلا. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. طيب إيه تأثير مانديلا ده؟ وليه اتسمى بالاسم ده ومين مانديلا أصلا؟ ظهر سنة 2010 ترند على السوشيال ميديا، ناس كتير كانت مستغربة إن نيلسون مانديلا المناضل الثوري لسه عايش، وهم فاكرين كويس جدا إنه مات في التمانينات في السجن بعد ما اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لدرجة إنهم فاكرين جنازته الضخمة اللي اتعرضت في التلفزيون وقتها، وكمان الخطاب اللي قالته أرملته. وعلى الرغم من إن الناس الكتيرة ما كانوش مصدقين إن هو لسه عايش، بس هو فعلا كان عايش. ده غير إنه كمان أخد جايزة نوبل للسلام وبقى رئيس لجنوب أفريقيا. بس هو إيه اللي حصل؟ وليه الناس كانت مقسومة ما بين مجموعة مصدقين إنه مات في التمانينات ومجموعة عارفة إنه لسه عايش؟ طيب في البداية تعالوا نتعرف على نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا كان مناضل ضد النظام العنصري في جنوب أفريقيا، واتقبض عليه أكتر من مرة، وفي آخر مرة اتقبض عليه اتهموه بالتخريب والتآمر لقلب نظام الحكم، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وفضل في السجن لمدة 27 سنة. وانتشرت حملة دولية لإطلاق سراحه، وفعلا خرج من السجن سنة 1990، وبعدها ب3 سنين أخد جايزة نوبل للسلام، وبعدها بسنة تم انتخابه لرئاسة جنوب أفريقيا، وكانت فترة رئاسته من سنة 1994 لسنة 1999، ومات سنة 2013. طيب الكلام ده حلو جدا، اللخبطة اللي حصلت سنة 2010 جت منين؟ اللي حصل إن في سنة 2010 كتبت فيونا بروم خبيرة الخوارق على موقع من مواقع السوشيال ميديا إنها مستغربة إن نيلسون مانديلا لسه عايش وإنه ما ماتش في التمانينات. الغريب إن فيونا لقت إن في ناس كتير بتنشر كلامها وبيقولوا إن هم كمان فاكرين إنه مات في التمانينات في السجن، وفاكرين تفاصيل جنازته، وإن هم كمان مستغربين إنه لسه عايش. وفضلت فيونا تشوف آراء الناس لحد ما طلعت مصطلح تأثير مانديلا على الظاهرة دي، وقالت إن دي مش أول مرة الناس تختلف على حاجة في الذكريات زي اللي حصل مع مانديلا. وحارت دلوقتي بعض الأمثلة من الظاهرة دي عشان تشوف هل أنت من ضمن الناس اللي حصل معها الموضوع ده ولا لأ. أغلب الشباب عارفين بيكاتشو من مسلسل بوكيمون، لكن دلوقتي مش كل الناس فاكراه بنفس الشكل. في ناس كتير بتقول إن ديله كان فيه جزء أسود، مع إن في الحقيقة ديل بيكاتشو طول عمره لونه أصفر وعمر ما كان فيه جزء أسود. والشخصية الكرتونية كيريس جورج، الناس طول عمرها فاكراه عنده ديل، وكان بيمسك بيه وبيتمرجح بين الشجر بيه، مع إنه ما عندوش ديل أصلا. كلنا عارفين مسلسل الكرتون لوني تونز بتاع باكس باني، ناس كتير فاكرة إن الكلمة بتتكتب لوني تونز فيها دبل أو، لكنها طول عمرها بتتكتب لوني تونز بحرف اليو. في كمان البداية الشهيرة لأفلام شركة ديزني، إن كان في الجنية الصغيرة تينكر بيل بلون فضي، وهي بتطير حوالين القلعة من اليمين للشمال وترجع لليمين تاني، وبعدين تكتب والت ديزني بعصايتها السحرية، أو ترسم بيها الدايرة اللي فوق حرف الآي في كلمة ديزني. لكن لما تشوف أي فيلم من أفلام ديزني دلوقتي مش هتشوف الجنية دي خالص. فاكر الراجل المرسوم على لعبة مونوبولي كان إيه مميز فيه؟ في ناس كتير فاكرة إنه كان لابس نضارة بعدسة واحدة على عينه، مع إنه ما كانش لابس أي نضارة أصلا. طيب عارف البقرة المرسومة على علبة جبنة لافاش كري؟ فاكر البقرة كان فيه إيه مميز في وشها؟ في ناس كتير فاكرين إنها كانت لابسة حلق في مناخيرها لونه ذهبي، مع إن لافاش كري عمرها ما كانت لابسة حلق في مناخيرها، لا في أي إعلان ولا حتى على علب الجبنة، ولكنها لابسة علبتين جبنة في ودانها بس. ومن أشهر الأمثلة لينا كمصريين هي فيلم ابن حميدو، لما كان عبد الفتاح الأسري بيقنع هند رستم تتجوز توفيق الدين، قال، وكانت جملة كوميدية، و90% من المصريين فاكرين الجملة بالشكل ده. لكن لو دورت عليها دلوقتي هتلاقيه مش بيقول كده خالص، وبيقول كلام ايه ده يا عزيز؟ ده راجل انا نفسي اتمناه. والجملة ما بقتش كوميدية خالص وبقت عادية جدا. عارفين عدد الولايات الأمريكية كام ولاية؟ في كتير من الأمريكيين نفسهم فاكرين إنهم درسوا في مراحل تعليمهم الأولى إن أمريكا بتتكون من 52 ولاية، مع إن أمريكا بتتكون من 50 ولاية بس.
ومفيش أي إلغاء أو دمج حصل لأي ولاية من الولايات. والغريب إن فيلم براوسترز مليونز، وهو فيلم أمريكي شهير، تم إنتاجه سنة 1985. في مشهد من المشاهد اتقال جملة وفي ناس كتير فاكرين فيلم اسمه شازام بتفاصيل الفيلم، واللي بيدعوا إنهم شافوا الفيلم بيقولوا إنه كان من بطولة نجم الكوميديا سينباد، وإنه كان طالع في الفيلم بدور جني، وإن الفيلم طرح سنة 1990، مع إن مفيش فيلم بالاسم ده اتعمل في الوقت ده غير إن الممثل سينباد نفسه قال أكتر من مرة إنه عمره ما عمل دور جني في أي فيلم. من فترة طلع كلام كتير على موت فيروز والإشاعات اللي طلعت على قبرها إنه بيطلع منه تعابين، مع إن فيروز لسه عايشة والكلام ده كله ما حصلش أصلا. طيب فاكرين كان في كام شخص في عربية الرئيس كينيدي لحظة اغتياله؟ ومع إن حادثة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في 22 نوفمبر سنة 1963 كانت من أشهر حوادث الاغتيال، لأنه اتقتل على الهوا وقدام عينين الملايين. وبرضه في الفترة الأخيرة بدأ يظهر اختلاف في عدد اللي كانوا في عربية الرئيس وقت اغتياله. ناس كتير فاكرين إن العربية كانت ب4 كراسي، وموجود في العربية 4 أشخاص، هم الرئيس وزوجته في الكنبة الخلفية، وفي الكرسيين اللي قدام كان السواق وجنبه الحارس الشخصي. لكن الناس اتفاجئت إن العربية كان فيها 6 أشخاص، الرئيس وزوجته، وقدامهم جون كونولي حاكم تكساس وزوجته، وقدامهم السواق وجنبه الحارس الشخصي. والأغرب إن الناس اللي متأكدين إنهم كانوا 4 أشخاص بس في العربية بيقولوا إنهم شافوا الفيديو عشرات المرات ومن اتجاهات مختلفة، لما في ناس قالت إن اللي قتل الرئيس هو الحارس الشخصي بتاعه لما لف وضرب الرصاص عليه، وكان في 4 أشخاص بس في العربية وقتها، ولكنهم اتصدموا لما شافوا الفيديو تاني ولقوا إن نفس المشهد حصل وكان في 6 أشخاص في العربية، وكأن في شخصين ظهروا فجأة من العدم اللي هم كونولي حاكم تكساس وزوجته. واللخبطة دي في عليها أمثلة كتيرة جدا، بس في ناس كتير استغربت ليه اللخبطة دي بتحصل، يعني إزاي نكون متأكدين إن في حاجة حصلت وتطلع ما حصلتش. وعملت فيونا موقع كامل يعتبر مرجع لظاهرة تأثير مانديلا، بيجمع حاجات ما حصلتش وناس كتير بتحكيها، وبكده تكون عملت أكبر فهرس معروف في ظاهرة تأثير مانديلا. والعالم بدأ يركز على الموضوع ده، وبدأ العلماء والباحثين يدوروا على الأسباب اللي ممكن تكون خلت الظاهرة دي تحصل، وتوصلوا لكذا تفسير، بس التفسيرات دي ملهاش أي إثبات علمي لحد دلوقتي. التفسير الأول، السفر عبر الزمن. في بعض العلماء قالوا إنه ممكن يكون مانديلا مات فعلا في عالمنا، وعلشان كده ناس كتير فاكرة تاريخ وفاته وجنازته، لكن حد من المستقبل قدر إنه يخترع آلة زمن ورجع بيها وغير أحداث حصلت، وإنه ممكن يكون رجع في الفترة اللي كان عايش فيها مانديلا، ونظم حملات تطالب بخروجه من السجن، وخرج مانديلا وتغير مسار حياتنا بسبب التغيير ده. لكن التفسير ده مش مقنع لسببين. أول سبب هو إن علشان يقدروا يرجعوا بالزمن لازم يسبقوا سرعة الضوء، وهي سرعة عالية جدا بتقدر ب300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، فطبعا إنهم يكسروا السرعة دي لحد دلوقتي يعتبر من المستحيلات أصلا. والسبب التاني وهو إن لو حد قدر يخترع آلة زمن ورجع بيها علشان ينقذ مانديلا، فموت مانديلا في الثمانينات المفروض إنه مش هيحصل أساسا، وبكده اللي اخترع آلة الزمن مش هيبقى عنده السبب لرجوعه علشان ينقذ مانديلا، ودي متناقضة مشهورة جدا في مسألة السفر بالزمن للماضي. التفسير التاني، العوالم الموازية أو المتعددة. والعوالم الموازية أو المتعددة هي إن الكون مش بيتكون من العالم بتاعنا بس، لا، في عوالم تانية، والعلماء من فيزياء الكم بيقولوا إن في 11 عالم وإحنا في واحد منهم، وده معناه إن في نسخ مننا في كل عالم من العوالم دي، بس في اختلافات بين كل عالم والتاني. يعني ممكن تكون في عالم منهم دكتور، وعالم تاني لاعب كورة مثلا، وممكن تكون ميت في عالم تالت. ده غير الأحداث التاريخية اللي ممكن برضو تكون متغيرة، يعني مثلا ممكن في عالم منهم تكون مصر ما قدرتش تتصدى للغزو المغولي، وفي عالم تاني ممكن تكون الحرب العالمية التانية انتهت بانتصار دول المحور بدل الحلفاء. وفي علماء كتير ربطوا بين العوالم الموازية ومعمل سيرن، لأنه بدأ يشتغل في 2010 في نفس الوقت اللي ظهر فيه تأثير مانديلا. طيب إيه هو معمل سيرن؟ معمل سيرن هو أضخم مختبر في العالم في فيزياء الجسيمات، موجود على الحدود بين سويسرا وفرنسا، وعلماء فيزياء كتير حذروا من خطورة التجارب اللي بتتعمل في المعمل ده، منهم العبقري الراحل ستيفن هوكينج اللي اعتبرها تجارب خطيرة لأنها ممكن تتسبب في عمل ثقب أسود على كوكب الأرض. والتجارب دي عبارة عن مصادمة بروتونات ببعضها بسرعة عالية جدا قريبة من سرعة الضوء علشان يكتشفوا جسيمات جديدة، وفعلا اكتشفوا جسيم جديد وسموه بوزون هيجز، وتوصلوا إن الجسيم ده جسيم أولي بتكتسب منه كل المواد الموجودة في الكون كتلتها، وسموا الجسيم ده جسيم الرب، لأنهم بيعتقدوا إن ده الجسيم الأول اللي حصل منه الانفجار العظيم وأدى لنشأة الكون. طيب هتقولي حلو الكلام اللي قلتيه، بس إيه علاقة تأثير مانديلا بفرضية العوالم الموازية ومعمل سيرن؟ في علماء قالوا إن بسبب التجارب اللي اتعملت واللي لسه بتتعمل في معمل سيرن لحد دلوقتي، حصل فجوة بين العالم بتاعنا وعالم موازي تاني.
والعالم التاني ده حصل فيه نفس الأحداث بس بتفاصيل مختلفة، وبدأت ذكرياتنا تختلط بذكريات أشباهنا من العوالم الموازية، وإن ده اللي خلى ملايين الناس متأكدة إن نيلسون مانديلا مات في الثمانينات وفاكرين جنازته، وإن عدد الناس في عربية جون كينيدي 4 مش 6، وكل الأمثلة اللي قلت عليها وغيرها كتير. التفسير الثالث الذكريات الكاذبة. علماء النفس قالوا إن ظاهرة تأثير مانديلا هي ذاكرة كاذبة، والذاكرة الكاذبة دي هي ذكريات ما حصلتش أو حصلت بطرق مختلفة للأحداث اللي احنا فاكرينها. وتعالوا نتعرف أكتر على الذكريات الكاذبة هي عبارة عن إيه وبتحصل إزاي. من أوائل الناس اللي اتكلمت عن الذكريات الكاذبة هو سيجموند فرويد، مؤسس علم النفس التحليلي، وقال إن السبب فيها إن ذاكرة الإنسان انتقائية وبتميل لخلق الأنماط المألوفة، وده بيخليها تعمل عمليات زي الحذف أو التبديل، فممكن تربط ما بين حاجتين ملهمش علاقة ببعض أو تخلق نمط معين متعودة عليه. يعني ممكن تكون جنازة مانديلا اللي الناس متأكدة إنها شافتها تكون بتاعت حد تاني مشهور، بس عقلهم شايل الشخص التاني وحط مانديلا بداله في ذكرياتهم، وإن الراجل بتاع مونوبولي شبه شخصية تانية لابسة نضارة والعقل ضمهم في صورة واحدة. You must be the Monopoly guy. ونفس الكلام ممكن نقوله على إشاعة قبر فيروز وإنه بيطلع منه تعابين والناس استغربت إنها لسه عايشة، والكلام ده أصلا كان إشاعة عن صباح والقبر بتاعها، وتحول في الآخر لإشاعة على فيروز، وانتشر الخبر والناس صدقت. وبالنسبة لطريقة تخزين الذكريات في المخ، اللي بيحصل إن لو حد حصل معاه موقف وعدى وبقى خلاص من الذكريات، المخ بيخزنه بأكمل شكل هو شايفه. يعني لو في حاجات ناقصة المخ بيكملها علشان يكون قصة كاملة منطقية بالنسبة له. ده غير إن ممكن كمان الواحد يأثر على ذكريات حد تاني ويحط له ذكريات مش عنده من الأصل، زي مثلا إن حد ينشر خبر على السوشيال ميديا ويكون تخيل إنها حصلت، وبما إن السوشيال ميديا بقت تخلي الناس أقرب بقى انتشار الإشاعات أسهل بكتير. وعلماء النفس عشان يتأكدوا من موضوع الذاكرة الكاذبة وإن أي حد يقدر يأثر على ذكريات حد تاني عملوا التجربة دي. جابوا مجموعة من الأشخاص وقعدوهم في أوضة وفرجوهم على حادثة عربية وقسموهم مجموعتين، وسألوهم سؤال موحد لكن بطرق مختلفة. سألوا المجموعة الأولى عن سرعة العربيات كانت كام لما اتصدمت، 32 كيلومتر في الساعة ولا 48 ولا 64. والمجموعة التانية سألوهم سرعة العربيات كانت كام لما اتحطمت، ونفس الاختيارات. المجموعة اللي اتسألت السؤال الأول توقعت السرعات الأقل، لكن المجموعة اللي اتسألت السؤال اللي كان فيه كلمة اتحطمت توقعوا السرعات الأعلى. وبعد كده جابوا ناس تانية فرجوهم على نفس الفيديو وقسموهم مجموعتين، وسألوا مجموعة منهم هل كان في إزاز في الأرض لما العربيات اتصدمت ولا لأ، والمجموعة التانية سألوهم نفس السؤال بس برضو غيروا كلمة اتصدمت باتحطمت. ومع إن الفيديو ما كانش فيه أي إزاز، لكن الناس اللي اتقال لهم كلمة اتحطمت في السؤال جاوبوا إن فعلا كان في إزاز في الأرض، واتأكدوا إن فعلا الناس ممكن يتأثر على ذكرياتهم من خلال الكلام. وفي الأغلب ده اللي حصل لما كتبت فيونا بروم إنها كانت فاكرة إن مانديلا مات في الثمانينات، فبدأت الناس اللي كانت فاكرة إنه اتحبس تستعيد ذكريات إنه فعلا كان مسجون ومات في السجن، والسبب إن عدى وقت كبير ما سمعناش حاجة عن مانديلا. نفس الكلام ممكن نقوله على أمثلة كتير جدا من اللي قلتها، زي مثلا المشهد اللي في الفيلم الأمريكي لما اتقال فيه إن ولايات أمريكا 52. طبيعي جدا إن الناس في أمريكا بعد كده اتلخبطوا فيه يقولوا الولايات 50 وفي يقولوا إنهم 52. عرفوني في التعليقات بالنسبة لكم أنهي تفسير مقتنعين بيه أكتر من التفسيرات اللي قالها العلماء. شكرا على المشاهدة، مستنية آرائكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول.